السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. إذا رسميا المنتخب الوطني الجزائري يخرج من بطولة كأس إفريقيا المقامة بالمغرب. هارد لاك للمنتخب الوطني، قدم بطولة جيدة جدا. صحيح أنه اليوم ما دخلش في المباراة وما لعبش جيدا يعني مثل عادته، لكن شكرا لكم يا أبطال، شكرا لكم يا محاربين، قدمتوا بطولة جيدة جدا. وخاصة أنه من 2019 لم نلعب بهذا الشكل. ونحب نوجه يعني تحية أو يعني نبارك للمنتخب النيجيري اللي قدم مباراة جيدة جدا. اللاعب أوسيمان يعني لاعب جيد وممتاز يعني وخارق ما شاء الله عليه، لعب يعني وفي ظل أنه يعني يهجم سجل هدف. يعني ما شاء الله، ألف مبروك للمنتخب النيجيري، يعني فوزه بجدارة، يعني يستحق الفوز لأنه قدم مباراة جيدة جدا. هارد لك للمنتخب الجزائري. ويعني يمكننا الآن التحدث بكل أريحية، يعني بعد ما خرجنا من بطولة كأس إفريقيا يمكنني الآن الحديث بأنها أسوأ نسخة من كأس إفريقيا مرت يعني عبر التاريخ. سوء تنظيم، يعني سوء تحكيم، بلد المنظم لم يستقبل يعني مع الأسف يعني أسوأ كأس إفريقيا أقيمت يعني عبر التاريخ. المغرب لم يعني كنت ننتظر منها أنها تقدم يعني تنظيم رائع. مع الأسف أنه يعني بلد رايح ينظم في 2030 كأس العالم، يعني إن شاء الله أنه ما يفضحش كأس إفريقيا، إن شاء الله ما يفضحش العرب. إن شاء الله يقدر أنه يعني يتدارك الأخطاء، خاصة من حيث التذاكر، من حيث التحكيم. يعني المباريات، الإعلام العالمي يتحدث عن شراء مثل ما قلت، يعني الإعلام العالمي الفرنسي الإسباني، الإعلام العربي يتحدث عن شراء التحكيم، ويتحدث عن كيفية يعني ضغط المنتخب، أي بون ليس المنتخب لأنه اللاعبين يعني هم فقط يلعبون فقط. أتحدث عن بلد المغرب، أي المنظمين أو رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم الأقجع. يعني فضائح تحكيمية كارثية مع الأسف. يعني شاهدنا العديد من المنتخبات ظلم تحكيمي، منع يعني ضربات الجزاء، منح بطاقات حمراء بدون جدوى. خاصة اليوم يعني لما شاهدنا المنتخب الجزائري يعني أخذ بطاقات صفراء، يعني وكأنها هدايا من الحكم. يعني كارثة لا يمكنني القول إلا كلمة سوء تنظيم سوء تنظيم سوء تنظيم. مع الأسف المغرب لم تنظم كأس إفريقيا يعني مثل ما يجب. بالتوفيق للمنتخب المصري الذي سيلعب مباراته اليوم يعني. وإن شاء الله لن يتعرض للظلم، لأنه المغرب مع الأسف تريد الوصول هي فقط للنهائي وتريد أخذ الكأس. وأنا يعني أفضل أنه يأخذها بلد إفريقي آخر، لأنه إذا أردت الفوز بشيء يجب أن تتعب من أجله وأن تأخذه بكل نزاهة، وليس بالرشاوي وشراء الحكام. السلام عليكم.